لو انت اهلاوي لازم تعرف مين هم الهدافين التاريخيين للنادي الاهلي. في اسماء موجودة في القائمة دي مش هتصدق انهم من اهم 10 هدافين في تاريخ نادي القرن، فركز كده في الاسماء وقول لي مين منهم ما كنتش متوقع انه يكون موجود في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ من المركز العاشر. في المركز العاشر كابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي برصيد 65 هدف. بيجي في المركز التاسع احمد بلال برصيد 71 هدف. اما في المركز الثامن بيجي الشيخ طه اسماعيل برصيد 76 هدف. في المركز السابع بيجي احمد مكاوي برصيد 76 هدف. في المركز السادس بيجي محمد عطية تيتو برصيد 91 هدف. في المركز الخامس بيجي صالح سليم ب95 هدف، كان حرق بره وجوه الملعب الله يرحمه. في المركز الرابع بيجي المتعب عماد متعب برصيد 121 هدف. في المركز الثالث بيجي امير القلوب محمد ابو تريكة ب126 هدف. في المركز الثاني النجم اللي ما كملش مسيرته مع النادي الاهلي وكان ممكن يكون هو الهداف التاريخي لو بس التزم شوية، بيجي مدير منتخب مصر او المدير الفني لمنتخب مصر كابتن حسام حسن برصيد 140 هدف. في المركز الاول الاسطورة الحية كابتن محمود الخطيب برصيد 157 هدف. قول لي مين في الكومنتات بقى ما كنتش تتوقع وجوده في القايمة دي يا ترى.